مرحبا بكم متابعينا الكرام في هذا التقرير الجديد حول أبرز مستجدات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026. اليوم نسلط الضوء على قرعة الملحق الآسيوي التي أجريت صباح الخميس 17 من يوليو 2025 في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. القرعة أسفرت عن صدامات عربية قوية ومثيرة، قد تحدد مصير مقعد أو أكثر من مقاعد القارة الآسيوية في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك 2026. نبدأ أولاً بتفاصيل المجموعات. المجموعة الأولى ضمت كل من قطر، الإمارات، وعمان، وستلعب مباريات هذه المجموعة على أرض دولة قطر. المجموعة الثانية جاءت فيها السعودية، العراق، وإندونيسيا، وستقام جميع مواجهاتها في مدينة جدة السعودية. وبحسب نظام الملحق، تلعب مباريات كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، أي أن كل منتخب سيلعب مباراتين فقط، وتقام هذه المباريات في الفترة ما بين 8 و14 من أكتوبر 2025. جدول المباريات جاء على النحو التالي: الجولة الأولى يوم 8 من أكتوبر، السعودية ضد إندونيسيا في جدة، قطر ضد عمان في الدوحة. الجولة الثانية 11 من أكتوبر، العراق ضد إندونيسيا، الإمارات ضد عمان. الجولة الثالثة 14 من أكتوبر، السعودية ضد العراق، قطر ضد الإمارات. نظام التأهل: يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بينما ينتقل المنتخبان صاحبا المركز الثاني إلى الملحق الآسيوي الأخير، الذي يلعب بنظام الذهاب والإياب يومي 13 و18 من نوفمبر. الملفت في هذا الملحق أن مباراة الذهاب ستكون على أرض وصيف المجموعة الأولى، ومباراة الإياب على أرض وصيف المجموعة الثانية، والفائز من هذه المواجهة المباشرة يتأهل بدوره إلى الملحق العالمي، حيث يواجه منتخبا من قارة أخرى لتحديد المتأهل الأخير للمونديال، تماما كما كان يحدث في النسخ السابقة من التصفيات. وبالعودة إلى خلفية هذه المرحلة، الاتحاد الآسيوي كان قد اعتمد هذا النظام لتصفية المنتخبات التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المرحلة السابقة من التصفيات النهائية. ومن أصل 6 منتخبات متأهلة لهذا الملحق، تم تقسيمها إلى مجموعتين حسب التصنيف، لتخوض المنافسات على طريقة الدوري. أمًا عن المنتخبات التي ضمنت تأهلها سلفًا إلى كأس العالم عن قارة آسيا، فهي: أستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، إيران، الأردن، وأوزبكستان. وهكذا تبقى مقعدين ونصف فقط تمثل فرصة أخيرة لمنتخبات قوية مثل السعودية وقطر والإمارات والعراق وغيرها. إذا نحن أمام صيف كروي ساخن وخريف ناري، مع مواجهات عربية قد لا تكون سهلة أبدا، خصوصا في ظل الطموحات الكبيرة من الجميع للوصول إلى كأس العالم. من تتوقع أن يحسم التأهل المباشر؟ ومن يصل للملحق الأخير؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.